السوشيال ميديا بقت سلاح ذو حدين. ممكن ترفع ناس لفوق في وقت قياسي، وممكن توقعهم في لحظة. وده بالظبط اللي حصل مع البلوجر نورهان حفظي اللي اتشهرت بفيديوهات على المنصات، لكن الشهرة قلبت ضدها بعد ما أجهزة الأمن قبضت عليها. الغريب بقى إن اسم نورهان مش جديد على السوشيال ميديا. في سنة 2022 كانت ظهرت في فيديو مع محمد عامل النظافة اللي طرد وقتها من محل الكشري وعمل جدل كبير. نورهان ظهرت في الفيديو وهي بتواسيه، لكن بدل ما تكسب تعاطف اتعرضت لموجة كبيرة من السخرية والانتقادات الكبيرة، واتشبهت وقتها بطليقة أحمد الفيشاوي بسبب لبسها الضيق وطريقة ظهورها. ومن وقتها بقت حديث السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض. التحيات بدأت لما وصلت للمباحث معلومات بتقول إن نورهان بتنشر مقاطع خادشة للحياء ومنافية للآداب على حساباتها. وبعد ما خدوا كل الإجراءات القانونية اتحركت قوات الأمن وتم ضبطها فجر يوم الخميس. بس المفاجأة كان في اللي لقوه معاها 3 موبايلات مليانين صور وفيديوهات، وفلاشة كمان فيها محتوى فاضح، ومبالغ مالية ضخمة جدا بالعملة المصرية والدولار. ده غير كمان دهب وفيز لحسابات بنكية مختلفة، وكمان لقوا معاها مواد مخدرة زي الحشيش والآيس. التحريات كمان أثبتت إن في تحويلات مالية وصلت ل70,000 دولار، وده فتح باب جديد للاتهامات، وهو شبهة غسيل أموال وتضخم ثروتها بشكل مش طبيعي بالنسبة لشغلها. وده اللي خلى القضية تكبر أكتر، وخصوصا إن النيابة دلوقتي بتواجهها باتهامات تقيلة زي نشر محتوى فاضح وخادش للحياة وإهانة القيم والتقاليد الأسرية وتحقيق أرباح غير مشروعة من السوشيال ميديا وغسيل أموال وحيازة مواد مخدرة. القصة دي مش مجرد واقعة عابرة، دي جزء من حملة كبيرة قوي شغالة الفترة الأخيرة ضد المحتوى الهابط على السوشيال ميديا. ووزارة الداخلية كان وصل لها بلاغات كتير ضد عدد من البلوجرز، وكلهم متهمين إنهم بيقدموا محتوى مخالف وبيكسبوا فلوس بطرق مش قانونية. الخبر عامل ضجة كبيرة جدا بين الناس. في ناس شايفة إن اللي حصل درس لأي حد بيستغل السوشيال ميديا غلط، وإن ده تحرك ضروري عشان يحافظوا على قيم المجتمع. وفي ناس تانية بتسأل هل العقاب وحده كفاية، ولا لازم يكون في وعي وتثقيف للشباب اللي بيتابعوا المحتوى ده؟ بس الأكيد دلوقتي إن النيابة لسه بتحقق، وكل يوم ممكن يطلع جديد في القضية، ومصير نورهان لسه مجهول. لكن المؤكد إن الحكاية دي بقت إنذار كبير قوي لأي شخص فاكر إن الشهرة والفلوس بيجوا حتى لو على حساب القيم والمبادئ والتقاليد.